السلام عليكم حبيباتي. اليوم تاني شاركتكم طاولة رمضانية واحدة أخرى، إن شاء الله تعجبكم وإن شاء الله أطباق يعجبوكم هما اقتصاديين وليلين وجدوهم. درت طاجين تاع القرنون محشي بالجلبانة وبورك عنابي، والورق تاني درتهم وواحد الكسرة دوك تشوفوها، ومعليا غير نقولكم فرجة ممتعة وإن شاء الله يعجبوكم الأطباق. نبداو بالورق هما الاولين. لازم الدقيق يكون رقيق خلاص ويكون نوعية تاعو ممتازة. درت 3 كيسان، كمية قليلة برك، مش محتم ديري كمية كونتيتي كبيرة، انا ندير بشوية. درت 3 كيسان تاع الدقيق الرقيق والملح والماء والليمون، نخليوها يابسة شوية، وهذه سلفتي اللي كانت تدير فيهم حبت تعلمهم. ومن بعد عجنتهم مليح، كي يتعجنوا سوا نزيدو الماء بشوية، نبقاو نزيدو بشوية برك. هما ساهلين ما همش صعاب، واحد يجرب خطرة يديرهم مليح وخطرة ما يديرهمش مليح حتى يتعلم. ونزيدو بشوية تاع الماء، كي تولي طرية هاك نبقاو ندخلو فيهم كيما السفنج، نبقاو ندخلو في الماء هاك نخبطو فيهم. ولهنا طيبتهم، انا درتهم في المقلة تيفال، انا تساعدني الحق مقلة تيفال خير من المرا. المقلة تيفال نقدر نتحكم فيها كيفاه ندورها، وكل واحدة كيفاه. بون، وهذا الطاجين الثاني تاع القرنون محشي بالجلبانة، حطيت اللحم والبصلة وملح فلفل كحل زيت والزنجبيل وكركم والقرفة، ونخليهم يتقلاو مليح على نار قليلة تانية. بعد ما تتقلى البرمة مليح نمرقو بالماء سخون، لازم يكون الماء سخون. درك نمرو للحشوة، انا درت دند اشي، شوية ملح وبصل معدنوس، توم وهريسة والعظام، والتوابل درت فلفل كحل والتبل تاع شاورما وشوية كركم، خلطتهم هكا مليح. ومن بعد زدت لها لا شابلو خاطر ما لقيتها طريه شوي، كل واحد حر يحب، اللي يحب يزيد لا شابلو ولا اللي يزيد روز مغلي، وباه يزكي تاني الحشوه. وهنا حشيتهم بالطريقه هذه بربي ان شاء الله ما يطيروش، خاطر ما نشوف بزاف من الناس يقول لك ويطيرنا الحشوه على القرنون، انا ما يطيروليش الحق. هكا نحشيوهم يكونوا بومبي. وهنا اللحم بعد ما تخللو طياب نزيدولو جلبانة ونزيدولو هذاك القرنون اللي حشيناه. وانا كان فضل لي شويه الحشو هادوك درتهم ديبول وزدتهم وقرن فلفل حار. وفي الطبق هذا نحب نزيد نص كعبة بسباس برك، نقصهم برج برج ونزيدهم يمدل واحد البنة تاني ملاحة. وهذا بعد ما طاب الطاجين تاعنا. بون نبداو في الكسرة هذه تاع ميلا مشهورين بها ويحبوا يديروها، وانا عن نفسي نحبها الكسرة هذه، كل ما نروح نقول لهم ديروا لي هذه الكسرة. يديروا في الدقيق الارطب ويبسوها، هي تحب الزيت، تحب الزيت مليح باه تجي بنينه. هذه سلفتي هي اللي دارتها لي، حطت الزيت ومغرف خميره، مغرف صغيره برك تاع خميره، وتحبي ما ديريهاش ما ديريهاش. كاين بزاف اللي ما يديروش بالخميره، هي بصح تحب تزيد شويه خميره برك. ومن بعد لمتها بالماء دافي، ومن بعد عجنتها مليح، لازم تتعجن، قد تعجن فيها مليح وقرصتها. وهذه الكسرة تليق سوا، هما يحبوا ياكلوها مع البطاطا اللي فخيت بطاطا مقلية واللبن، تجي واحد الكسرة بنينة، انا تعجبني. ولهنا بعد ما قرصتها
بعد ما قرصتها طيبها على طاجين يكون أملس وسخون من قبل، وكي تحطها ديريكت تقباها بالفرشيطة خاطر ما تتبوظ. وهادوما دركا نمرو حندير البوريك تاعي، كي بقى شوية على جنبه ندير واحد نص ساعة هاديك بديت ندير فيه الورق يجيو يهبلوا كيما راكم تشوفوا فيه. نحطو بون الورقة وبطاطا كنت مغليتها ودرت لها شوية ملح وشوية فلفل كحل، ونزيدو بصلة، واللي يحبها حارة يدير لها هريسة، انا ما درتش الهريسة، ومعدنوس وزيتون طماطم تاني، اللي يحب يدير طماطم اللي يحب ما يديرش طماطم، انا نحب ندير طماطم فتمدلها واحد الطومة ملاحة. ودرت لهنا مرقاز، اللي يحب يدير مرقاز واللي يحب يدير فيونداشي، اللي يدير بولياشي ولا يدير طون، كل واحد حر. وزدت لها فرماج وعظمة ورشة ملح، طبقتها وقليتها. المهم هذه هي طاولتي، ان شاء الله يكونوا عجبوكم اطباقي تاع اليوم، ان شاء الله تجربوهم، وصحة رمضانكم وصحة فطوركم. وهذا الطاجين يجي يهبل يليق للعرضات ولا واحد يحمر به وجهه كما نقولوا. وهذا هو البوريك تاعنا، واللي يحب العظمة مروبة يزيد في النار، واللي ليه تتقلالو، واللي يحب العظمة تكون طيبة ينقص في النار ويخليها تطيب على غردها. هادو هما أطباقي، إن شاء الله يعجبوكم، وصحة رمضانكم وصحة فطوركم، وتصوموا بالصحة والهنا، وإلى اللقاء إلى فيديو واحد آخر إن شاء الله.